جماعة، حق مينا لازم يرجع. واللي ما يعرفش قصة مينا، مينا ده شاب عنده 20 سنة من ملاوي. صاحبه أقنعه إن هو لقاله فرصة عمل شغل كويسة في القاهرة، تمريض خاص في دار مسنين، وهياخد منها 9000 جنيه. فمينا وافق ونزل من المنيا، راح القاهرة. أول ما وصل القاهرة لقى صاحبه اسمه ميلاد ومعاه واحد. أخدوه واحتجزوه في شقة، واتصلوا بأهله وطلبوا منهم فدية 120,000 جنيه. وفي رسالة وصلت على الواتس لأهل مينا بيقول لهم ادفعوا الفدية، أنا بخير لحد دلوقتي، ادفعوا الفدية علشان أرجع. وللأسف اللي سمعته إن مينا لما حاول يهرب منهم، شاب من الشابين ضربه وقتله، وبعد كده قطعوه أجزاء ورموا نصه في الترعة، والنص التاني رموه في الشارع للكلاب. وانتهى مينا الشاب الحلو الجميل اللي عنده 20 سنة. يا ترى في أي فلوس في الدنيا تخلينا نعمل كده؟ احنا بقينا في غابة، بقينا زي الكلاب اللي بننهش بعض. لازم حق مينا يرجع. هو اتقبض على الشابين دول، بس لازم يتعدموا ويبقوا عبرة للناس التانية. وربنا يصبر أهل مينا على مصيبتهم، ويعزيهم يا رب ويصبر قلبهم.